السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل تورتة جميلة بإذن الله ولطيفة بإذن الله. التورتة دي للأسف كانت غريبة جدا، هتشوفوا فيها كل مقطع فيها، وحبيت ان انا ما حبيتش ان انا يعني امسح فيها اي حاجة، لانه هتشوفوا شبه ما وراء الكواليس. المهم هنا بدأنا كالمعتاد ان احنا جبنا نص كيلو الاسبونج بتاعنا، عليه 6 بيضات، عليه نص كوباية مية، عليه رشة فانيليا، عليها معلقة محسن جل. بدأنا ان احنا نشغل العجان عليها مدة لا تقل عن 10 دقايق، بحيث ان يكون القوام بتاعها قريبة جدا للكريم شانتيه، واللون بتاعها البني دوت الغامق يتحول للون ابيض. دي من اسرار الاسبونج، ان يطلع معاكي منفوخ وحلو ومش مكتوم. طبعا هنا كمان المفروض ان انا لما اجي ادخلها على فرن، ادخليها يعني عشان تستوي، تخش على فرن مسبق التسخين. ما يبقاش ان انا يعني بداية ما انا ببدأ اعمل السبونج بتاعي يكون انا مولعة عليها مولعة الفرن عامة عشان يسخن. عقبال ما بخلص انا السبونج بتاعي بيكون الفرن سخن كويس. ببدأ ان انا ادخله علشان خاطر تنجح كويس معايا وانها ما تهبطش. ولما تيجي تستوي ان شاء الله بتقعد بتاع بالظبط 40 دقيقة، وقت 40 دقيقة بالظبط. ما بتفتحيش عليها الفرن الا بعد نص ساعة. لو انت هتختبريها فهتختبريها بالخلة او بالعصاية بتاعت الشيش الطاووق بتاعك. هنا بقى كان في مقطع، معلش انا اسف يعني انها اتمسحت، او بصراحة مش عارفة هي راحت فين عامة. آه، وانا بسقسقها بالسيرم بتاعها. هنا بدأت ان انا اجلس التورته بتاعتي. وكانت من بداية هنا التجليس بقى كان في حاجة غريبة بتحصل، بس الحمد لله انا مش هسبق الاحداث، وانتوا هتشوفوا واحدة واحدة معايا ايه اللي بيحصل بالظبط. هنا بدأت ان انا اجلس التورته بتاعتي عادي مفيش اي مشكلة. ولما باجي اجلسها الطبقة زي كده خفيفة بدخلها الفريزر انها تجمد شوية، وبرجع اجلسها تاني. بس هنا كان الوقت معايا خلاص شبه انه خلص، وكانوا مستعجلين على التورته قوي، فاضطريت ان انا انجز وما دخلتهاش الفريزر انها تستريح ولا الكلام ده او كده. هنا بدأت ان انا ارسم الرسمه اللي انا ناويه اعملها عامه في التورته، ان انا احدد عشان خاطر ما اخرجش بره الاطار عامه، او ان انا ممكن تحصل مني لخبطه او اي حاجه. ففضلت ان انا ارسم القلب، وبدأت ان انا احدد القلب بالشوكولاتة اللي انا هغلفها من براها. هنا بدأت ان انا ازين جزء بالشوكولاتة، وجزء هيفضل كريمة عادي مفيش اي مشكلة. هيحصل بقى في الفينش النهائي كارثة كده، بس انا مرضتش امسحها. قلت لاني وارد ان ممكن حد منكم يقع نفس الغلطة بتاعتي. بس الحمد لله الحمد لله لحقت عالجتها، لاني كان خلاص مفيش وقت، وكان مستعجلين على التورته جدا. لغاية هنا مفيش اي مشكلة عامة، والدنيا ماشية تمام خالص. بدأت هنا ادي الدروبات بتاع الفراولة عادي. هنا بقى هتبدأ المشكلة تحصل. انا في الوقت دوت كنت مشغلة الفرن عندي، وكان الشقة بمعنى الكلمة دافية دافية دافية. فكان الاسبونج بدأ بقى ان يظهر مشاكلي مع الكريم شانتيه مش مع الاسبونج، في حين ان الكريم شانتيه كان عندي تقيل وكويس جدا. يعني شايفين المنظر اهو قدامكم كويس جدا مفيش اي مشكلة. طبعا انا الشقة عندي دافية وسخنة، فالكريمة عندي مش مستحملة ان انا احط عليها حاجة. بدأت ان انا احط اهوت هنا الفراولة بتاعتي. بصوا المنظر، انا ما بقيتش عارفة اعمل ايه. الكريمة بتقع مني ومش عارفة. لقيت نفسي بكل تفكير كده من غير تفكير، لقيت نفسي بلحق بالسكرابر بتاعي ان انا خدت الجنب ده كله عملته بامبا، ولحقت الكريمة بتاعتي. رحت مدخلاها بقى الفريزر، و ووقفت خروجها، ما خرجتهاش الا بعديها بساعة.
انها تمسك نفسها كويس، وبعد كده تخرج زي ما هي عايزة. المهم هنا كان الفيديو بيعيد تاني بالتصوير البطيء بقى. بصوا بحط عادي، بدأت ان هي هو تسيح مني وتقع، في حين ان الكريمة كانت تقيلة جدا يا جماعة. بس المشكلة كان الشقة عندي سخنة بمعنى الكلمة، الفرن كان شغال فكان عامل حرارة في الشقة. فرجعت رحت واخدة الجزء اللي هو بتاع الفراولة كلها ديت، خدتها بالسكرابر، فبقت بالنسبة لي بامبا. بصوا وهي في الفريزر انا كنت بزينها، بصوا اهو ده المنظر اللي انا بقول لكم عليه بقى، خدتها بالسكرابر فعملتها كلها فراولة.